بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آه متعودين طبعا انا بصور لكم الخضرة الجميلة دي كده كل مدة كده، المناظر الطبيعية الجميلة دي. كنت رحت مشوار وما لقيتش مواصلات، فمشيت شوية حلوين كده، فلقيتني بصراحة شحرت ومش قادرة امشي خالص خالص، ولقيت ان انا يعني بنهج. فقررت ان انا اخرج كل يوم اتمشى نص ساعة أو ساعة. احنا عندنا يعني زي ما انتم شايفين كده، شايفين الطرق بتاعتنا عاملة ازاي، طريق فاضي وجميل وزي الفل، والأراضي جميلة والمنظر مبهج. فاخدت قرار ان انا اتمشى كل يوم شوية، وربنا يا رب يثبتني واعمل كده، عشان حسيت ان يعني ان الحركة فعلا قليلة في البيت، مش زي ما نخرج نتمشى بره. فقلت اصور لكم معايا المناظر الجميلة الطبيعية الحلوة دي يا جماعة البطاطس هوية في الأرض، والبطاطس محصول شتوي جميل. يعني احسن بطاطس تتخزن، اللي احنا بنعملها بتاعت السنه، اللي هي بتزرع في المقعد ده كده. ودي البسله ما شاء الله لسه صغيره وجميله اهي برضو، ده شجر البسله الجميل. قلت اصوره لكم برضو. فيا جماعه لازم نتمشى ونتحرك على الاقل كل يوم نص ساعه، لما بنقعد كتير ما بنتمشاش بجد الصحه بتقل كده شويه. شايفين ده البرسيم، ده البرسيم صغير صغير شويه لسه ما شاء الله. شايفين جماله وحلاوه البرسيم. دي ارض عنب وزارعين فيها برسيم. العنب طبعا هينشف بقى واوراقه هتقع. دي بقى وانا بتمشى كده برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش بقى انتوا بتوحشوني والله، سامحوني على تقصيري معاكم، ان احنا بنغيب عن منزل فيديوهات اكل وطبيخ وكده. دي برضو البطاطس ما شاء الله، ده موسم البطاطس شايفينها، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. ربنا يبارك فيها يا رب ولاصحابها. برضو يا والعنب ومزروع في بطاطس. كنت ماشيه بالراحه وانا بصور، انما لما خدت التمشيه بقى خدتها يعني خطوه سريعه عشان تجيب نتيجه، تخلي الصدر يتفتح كده شويه. يا رب يثبتنا ونستمر على المشي كده. انا اتمشيت 4 ايام، اول يومين تعبت جدا وكانت رجليا وظهري بيوجعوني، وبعد كده بدات اتاقلم ان شاء الله مع المشي اهو، ونتاقلم بقى ان شاء الله ونبقى حلوين باذن الله. دي الجسور بتاعه الاراضي كده بتبقى جميله جدا واحنا ماشيين حواليها كده. دي برضو ارض بطاطس بس ما فيهاش عنب، معلش كانت الكاميرا عملت من ايدي كده شويه. الحته دي كانت عملت مني، هنصور بقى هنرجع تاني للتصوير الحلو اهو. دي برضو بسم الله ما شاء الله البسله وجمالها. يعني في بسله لسه صغيره، في كبرت شويه وعملت نوار زي ما انتم شايفينها كده، الزهره البيضه الجميله. كنت مصورها لكم السنه اللي فاتت برضو. الارض دي حتى مرويه اهي، صورتها انا من بره كده وهي مرويه. اللهم بارك يا رب. وتبقى رخيصه وحلوه السنه دي، وربنا كده يرخلنا الخضار بتاعنا والقوت بتاعنا كده. والبطاطس ترخص شويه لأن البطاطس غاليه برضو، يمكن لما المزروعه دي ان شاء الله تهجم تبقى كويس. ده التوم يا جماعه، احنا في موسم التوم بقى بيجي في شهر 2، فمزروع بقى الايام زي ما انتم شايفين كده، لسه صغنن وشايفينه عامل ازاي، لسه صغنون خالص اهو. خلاص خلصنا الجوله بتاعتنا والتمشيه بتاعتنا. ده العنب بقى وهو بينشف وهينزل ورقه، وبعدين بيتقص، وسبحان الله بيرجع بقى يطلع براعم تاني وعناقيد تاني ويعمل تاني. دي يا جماعة غلة، دي غلة بس لسه رفيعة برضو، لسه في بداية زراعتها كده، لأنها رز بيتضم وبتزرع مكانه الغلة. أتمنى يا حبيبي الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا معايا بالجولة الجميلة دي. لو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تحط لايك الجميلة بتاعتك، واستودعكم الله يا حبايبي الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.